هذا يبدو أنه من بلاد الوسطيين. يقول: لولا بني زيري لكنتم تحت الاستعمار الإسباني إلى يومنا هذا. هذا الجزائري الذي وضع هذا التعليق يبدو أنه مغرر به، أو أنه تعرض لغسيل دماغ حتى قال هذا الأمر. سأوضح له ولغيره من الوسطيين الذين لا يفقهون في التاريخ شيء، أو أنه تم التغرير بهم. كيف تقول يا هذا أنه لولا بني زيري لاستعمرتنا إسبانيا منذ زمن بعيد، وأن بني زيري أصلا هم كانوا عملاء لا في الأندلس ولا في أفريقيا. بنو زيري الذين كانوا في الأندلس، وهذا خصصت له حلقات عدة، أصلا هم ارتبطوا بالدولة العامرية باعتبارهم خدم، باعتبارهم جند كان قد استقدمهم الحاجب المنصور واستعملهم في دولته، وعندما انهارت دولته عزموا على الرحيل إلى بلادهم اللي هي بلاد إفريقيا. لكن سكان مدينة البيرة طلبوا منهم أن يقوموا بالانضمام إلى جند المدينة اللي هي البيرة، وبعد ذلك سيتحول ويتجه سكان البيرة بمعية بني زيري إلى مجال بناء مدينة غرناطة، فبنيت غرناطة، والفضل في بناء غرناطة يعود لسكان مدينة البيرة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، فبنو زيري كانوا في عهد الفترة في الأندلس، ولم يكونوا في عهد القوة حتى يقوموا بحماية المغرب من هجوم الإسبان، بل بالعكس من ذلك. ساهم بنو زيري في الأندلس في إضعاف الأندلس، لأنهم كانوا مملكة من ملوك الطوائف، فدخلوا في صراع مع باقي الممالك، وهذا أدى إلى إضعاف الأندلس لا إلى تقويتها. وأكثر من ذلك، فآخر ملوكهم اللي هو عبد الله بن بولوكين كتب كتاب التبيان الذي تحدثت عنه مرات عدة، وفي تعليق ليفي بروفانسال الذي حقق هذا الكتاب يقول أن عبد الله هذا آخر أمراء بني زيري في غرناطة كان قد داخل ألفونسو. وتعلمون أيضا أن هؤلاء ملوك الطوائف كان لهم دور سلبي في الأندلس، حيث أنهم ساهموا في الصراع الذي كان دائرا بينهم سيؤدي إلى هجوم المسيحيين وإلى انتزاع أراضي كثيرة من الأندلس. لكن أسد المغرب يوسف بن تاشفين عبر إلى الأندلس سنة 479 هجرية، وأوقع بالمسيحيين في معركة الزلاقة، وأعاد الأندلس ووحدها، واستنزل ملوك الطوائف، واستنزل منهم آخر ملوك غرناطة اللي هو عبد الله بن بولوكين، وأودعه في سجن أغمات هو والمعتمد بن عباد. فيا هذا الرجل كيف ساعد بنو زيري المغرب على الحفاظ على استقلاله ودرأوا عنه هجمات الإسبان؟ كيف ذلك وهم كان دورهم العمالة للدولة العامرية ولسكان البيرة، وأيضا كان لهم دور سلبي لأنهم كانوا مملكة من ملوك الطوائف أدوا إلى إضعاف الأندلس، لولا أن تداركها الله برحمته وقيض لها عبدا من عباده اللي هو يوسف بن تاشفين، فاستخلصها من ملوك الطوائف واستنزلهم وحماها من المسيحيين بعدما هزم ألفونسو في معركة الزلاقة سنة 479. هكذا فإن تعليقك لم يكن صائبا، فأنت مغرر بك ودماغك تعرض للغسل. هذا أقول لك شيئا آخر. بلاد الوسطيين أيضا في عهد المرينيين، ذلك العهد عهد الفترة، ضاعت فيه الأندلس، وذلك بسبب مداخلة يغمراس بن زيان أمير تلمسان، مداخلته لطاغية قشتالة، وأيضا لتواطئه مع بني الأحمر والقشتاليين على المغرب، وهذا كان سببا في إضعاف الأندلس وطرد المسلمين بها. إذن أينما ذهبتم يكون لذلك أثر سلبي على المغرب. إذن أنت دماغك مغسول وغرر بك، ولربما أنك أخذت التاريخ ليس على متخصص ولربما على بيطري.